اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. محمد شوقي واحد من اللعيبه طبعا الكبار في الكره المصريه، وعاصرت لعيبه كتيره جدا في النادي الاهلي، منهم حسام عاشور، منهم شريف اكرامي، منهم احمد فتحي. كل دول مشوا من النادي الاهلي السنه دي. عايز تقول ايه؟ لا والله بعد ما ما عاصرت ما عاصرت ولعبت وبتشوف مشيان اللعيبه دي، لان انت بتقول كلمه كده رميتها في الاول، قلت ان لحد دلوقتي ممكن كنت العب في النادي الاهلي. يعني ايه اللي دخل اللعب في ان هم يمشوا؟ امم بص، تاني هقول لك يا مهيب، امم ولا انا ولا انت نقدر نحكم على اي حد مشي. امم تمام. في لعيبه منهم النادي الاهلي يعني ما خلاص، يعني بالنسبه له خلاص اللعيبه دي بالنسبه له خلاص اخر سنه. في لعيبه تانية بالنسبه لها هي نفسها خدت القرار اللي هي شايفه من وجهه نظرها الشخصيه ان هو ده الاصلح ليها. في قرارات خدها الاهلي وفي قرارات خدتها اللعيبه. هو ده اللي قصدي عليه. اه ولكن من وجهة نظرنا من بره كل واحد هيقول وهو مش جوه الموضوع. زي ما اه بقول لك على موضوعي، انت قلت على حاجه وانت مش جوه الموضوعي، ولكن افهمك حاجات كتير جدا لا هتقولي ده انت عندك حق. تمام صح ولا مش صح؟ تمام. ولكن اتمنى كل لعيب اه خد قرار اه ما يرجعش يندم عليه. انت شايف ان في ناس ممكن تندم؟ لا، مش شايف حد خالص. انا اه مش شايف، كلهم خدوا قراراتهم اللي اه من وجهة نظرهم، وبعد ما عملوا استخاره وبعد ما سالوا وبعد ما عملوا كل حاجه، اكيد كل اللعيبه عملت كده. امم كل اللعيبه عملت كل ده. تمام. ما يجيش في بينه وبين نفسه حد يقول يا ريتني كنت امم زي ما بقول انا دلوقتي، يا امم ريتني ما كنتش عملت المشكله امم او مشيت. امم ممكن اعمل مشكله بس ما امشيش امم تاني برضه. امم فاهمني؟ طب ناخدهم واحد واحد. احمد فتحي مثلا خروجه من النادي الاهلي مثلا يعني لمحمد شوقي. لا، هو فتحي لعيب من اللعيبه اللي انت عارف، يعني امم طبعا وعاصرت اي لعيب طبعا طبعا في الجيل ده هتلاقيني بقول شعر فيه. طبعا. لان انت شفت وعاصرت الجيل ده مهيب. انا بالنسبه لي فتحي من اللعيبه الرجاله، اللعيبه اللي كانت مهمه جدا في النادي الاهلي. مش هقدر اتكلم على قراراته، امم ولكن انا فتحي بالنسبه لي لو قعدت وقت طويل جدا انا اتكلم عليه كشخصيه وكلاعب هنقعد كتير جدا. ولكن اتمنى تاني هقول لك ان هو يكون خد القرار الصح ليه ولاسرته ولمستقبله ولحياته بعد كده. شريف اكرامي. شريف اظن كان وضعه مختلف، لان تقريبا اللي انا فهمته واللي عرفته ان هو كان الاهلي خلاص بالنسبه له، او النادي الاهلي كان خلاص يعني مش هيكمل مع النادي الاهلي. تمام، قرار من ظروفه النادي الاهلي. مختلفة شوية. اه اه امم عاشور نفس الموضوع، لانه امم برده خلاص كان خلص، والنادي الاهلي برده كان بالنسبه له الموضوع انتهى. يروحوا حته ثانيه دي بتاعتهم بقى. رمضان. هقولها تاني، قلتها قبل كده. انا رمضان بالنسبه لي يعني حتى لو كان سالني كنت هقولها تاني اه يعني هي دي تاني مره هقولها. اه لسه صغير. اه هقول له انت لسه صغير بس. يعني ايه لسه صغير؟ يعني هقول له كده لسه صغير، وتحتيها كلام كتير جدا بالنسبه له هو. انا مش هقدر اقول له كلام كتير تاني. بص يا مهيب، يعني هقول لك انا اهو. رمضان مش عارف قيمة النادي الأهلي. لا هو عارف طبعا، مفيش اه حاجه يعني.